صباح الخير والجمال عليكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، وحشتوني كتير من اخر فيديو. يا رب تكونوا كده بخير وسعادة وحب وتفاؤل وامل. النهارده بقى فيديو افكار. هنا منعم الملابس اللي بستخدمه طبعا بنحطه في الغسالة ولا كأننا حاطين حاجة، وكلنا بنعاني حتى لو جبنا اغلى واعلى الماركات. بستعمل طبعا فريدة، ريحته تحفة جدا. ودي بقى افضل طريقة لمنعم الملابس، ان احنا نرشها على السجاد او على الملابس. طبعا قبل ما الملابس تنشف، يعني ممكن ننشرها وتاني يوم قبل ما نلمها بساعة كده والشمس طالعة نروح رشين عليها بالشكل ده. ودي بتنعم طبعا، وفي نفس الوقت بتدي ريحة تحفة في الدولاب، وما بتلبسيها بتحسي بريحة نظافة. نيجي بقى للفكرة التانية. أول فكرة كانت إزاي نثبت منعم الملابس على الغسيل وعلى المفروشات وعلى السجاد، ودي كانت أسهل طريقة وصلت لها. نيجي بقى للجمبري. الجمبري طبعا معروف ان احنا بنشيله اول ما بنجيبه، لو هنخزنه يعني في الفريزر فترة. دي بقى طريقة بتقعد بجد بالسنة. هنا بقى بنحطه في اكياس، بنحطه في اطباق، بنحطه اي وسيلة بنشيله بيها شهر شهرين، ايا كان المدة اللي هنشيله نخزنه بيها. ودي بقى افضل واجمل طريقة ممكن، ولا هتعملكوا روايح في الفريزر، ولا هيحصل له اي حاجة، كأنك فعلا مطلعاه من البحر وعاملاه فريش، حتى لو قعد 6 شهور في الفريزر ولا يجرى له اي حاجة. وكمان ازازة بتكون طبعا ليها غطا، بتكون محكمة، ولا هيعملك اي روايح مهما كان. حطيتي ان شاء الله 10 اكياس جوه بعض عشان تقفلي على الريحة، برضو فيما بعد بيطلع ريحة. ده غير كمان ان هو مش طريقة تفريز سليمة خالص، ودي افضل طريقة لتفريز السمك. عبيناه في ازازة، ولازم الازازة تكون مليانة مية على الاخر. ونيجي بقى للفكرة التالتة، ان كلنا بنعاني من الخضار انه بيبوظ بعد ما بنشتريه، بيبقى فريش كده واخضر وجميل، وبعديها بيأكسد ولونه بيغير وبيدبل كده وما بيبقاش افضل حاجة. في حاجتين. الحاجة الأولى ممكن الشنط القماش دي بنجيب بيها فيها أكل أو جاتو أو أي حاجة، طبعا منتشرة جدا، محلات كتير بتدينا من الشنطة دي. بنحط فيها الخضار ونقفلها ونحطها في تلاجة، بتمتص كل الرطوبة. ولو ما عندكيش الشنطة دي ممكن تحطي سفنجة، ممكن تحطي فوطة مطبخ تصبقيها وتحطيها وسط الخضار. والفكرة دي طبعا بينطبق عليها كل الخضار اللي ممكن تتخيلوا، بنعمل فيه نفس الطريقة. ودي كانت الفكرة التالتة. نيجي بقى للفكرة الرابعة. في ناس كتير بتبقى ما عندهاش وقت ان هي تعمل محشي كده، فازاي نعمل محشي ونخزنه في الفريزر ويطلع برضو فريش؟ فعرفت لكم طريقة بقى لازم بجد تجربوها. هتحسوا فعلا ان انتوا لسه مسوين المحشي حالا. تعملوها بقى قبل رمضان، تعملوها لحد مثلا كبير في السن ومش قادر يطبخ تعملها له. بنعمل ايه؟ بنسوي المحشي نص سوا. يعني انا النهارده عملت محشي، عملت حله هناكلها طازه كده وسويتها عادي. الحله التانية بقى هعملها نص سوا، ومش لازم تشرب الميه خالص بتاعتها. سوينا وحطينا مقدار الشوربه زي ما احنا عارفين، وبعدين بقى اطلع المحشي يبرد تماما، واخده اعبيه في طبق او علب محكمه الغلق واحطه في الفريزر. بيقعد بالشهرين والتلاتة كأنه فريش. هتطلعيه هترصيه تاني في الحلة، ربع كوباية شوربة، هيطلع كأنك عاملة المحشي ده النهاردة. ودي طريقة سهلة وبسيطة وبيطلع برونقه وريحته فريش جدا. نيجي بقى لليمون، نيجي بقى للفكرة الخامسة. وطبعا لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك والكومنت القمر اللي بيحفزني وبيخليني اكمل. نيجي بقى لليمون. الليمون سعره اليومين دول 15 جنيه. طبعا اكيد هيوصل في فترة معينة 60 جنيه و70 جنيه زي ما كنا بنشوفه، كان ساعات كمان بيوصل ل100 جنيه. فده سعر مناسب جدا. فهنعمل ايه بقى؟ جبت 2 كيلو، عصرتهم غسلتهم طبعا كويس جدا، سبتهم ينشفوا او انشفهم بفوطة، وبعدين عصرتهم بقى بعصارة، عصرتهم في صفاية، ايا كان. جبت بقى المستخلص ده ليمون بيور معلوش اي اضافات. حطيته بقى في علب من مكعبات التلج بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما عندكمش مكعبات تلج او علب زي كده وحاطين فيها تلج يعني او ايا كان، هنحط في كيس، وبعد كده هنكسره بالطريقة اللي هتشوفوها دلوقتي. الموضوع سهل جدا وبسيط. انا عايزه كيوبس صغيره كده اخد منها على تتبيله سمك. هتبل فراخ بانيه، بحب احط عليها ليمون،
سلطة. الليمون لو اتشال بقشره هيبقى مر جدا، مش هينفع غير في غسيل الفراخ، وهينفع في التتبيلات ممكن شوية وهيبقى مرر سنة، لكن دي افضل طريقة هينفعني في سلطة. ممكن اي حاجة تانية. هنا ده كيس وبرضو عبيت فيه عشان لو ما عندناش امكانية للعلب او مساحة او كده، برضو كل ده هيتفرغ وانا اعبيه في علبة زي ما هتشوفوا في اخر الفيديو. قشر الليمون بقى الكتير القمر ده مش هنرميه، ممكن نعطر بيه البيت. وممكن فكرة تانية، هسلقه سلقة واحدة بس، غلوتين كده على النار، وبعدين اسيبه يبرد، افرمه في الكبة، وبعدين احطه بالشكل ده. هعمل بيه ايه يا نورة؟ هعمل بيه، هغسل بيه الفراخ والطيور والبط وكل حاجة ممكن تتغسل، بالذات الطيور. هطلع مكعب من دول، وطبعا بيقعد بالسنة في الفريزر ما بيجرالوش اي حاجة. ده قشر الليمون غسيل الطيور. تمام، يبقى كده طلعت كمان فكرتين من الليمون. وده كان فيديو النهاردة، يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا من الافكار. ما تنسوش بقى تدعموني باللايك بتاعكم، وانتظروني في فيديو جديد وفيديوهات كتير حلوة وافكار كتير مختلفة. في مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، تيجي زي إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس.